السلام عليكم. فرع اكتوبر جمع جهازك بنفسك بطريقة احترافية تنورنا وتأكد بنفسك. في فرع اكتوبر كان عندنا تجربة مع جهاز عميل. الجهاز دوت كان بمواصفات عالية قوي. هنبدأ نشوف مع بعض التجميعة وهنمشي خطوة خطوة تقدر تجمع جهازك بنفسك from A to Z بطريقة احترافية. ما تنساش تجرب التشير بتاع اورس لما تروح فرع اكتوبر. التجميعة بتاعتنا كانت عبارة عن 4090 RTX 24 جيجا، ووتر كولينج 360 13 جنريشن 13900K، ماذر بورد اورس. ماذر بورد اورس DDR4. هنركب لها رامات 32 جيجا في 2، يعني 64 جيجا باص 3600. هنبدأ مع بعض خطوة خطوة نشوف تجميعة الجهاز من أول ما نفتح الماذر بورد ونبدأ نركب عليها المكونات بتاعتها. الماذر بورد طبعا فيها حاجات كتير جدا، فيها سيرمال جارد، فيها 4 بانك رام. هنمشي خطوة خطوة ونشوف الخطوات مع بعض. اول حاجة هنفتح البروسيسور ال 13 جنريشن ال 13900K. البروسيسور دوت من اعلى البروسيسورات في انتل ال 13 جنريشن. هنفتح السوكت بتاع البروسيسور. اهم حاجة واحنا بنفتح السوكت نخلي بالنا من البينز ونتأكد من وجود الساين عشان نركب البروسيسور بطريقة مظبوطة. هنبدأ نركب البروسيسور، نتأكد من وجوده في القاعدة بتاعته مظبوط، وهنبدأ نقفل على البروسيسور. كده احنا خلصنا اهم خطوة والخطوة اللي بتحتاج تركيز جدا. بعد كده عندنا الرامات ال 32 جيجا من كينجستون. المذر بورد دول تشانل DDR. الدول تشانل DDR بنستخدم السلوت 2 و4 في الفيرست يوز، وبعد كده سوكت 1 و3 سكند يوز لو هنحط 4 ديم بانك رام. كده احنا ركبنا الرام وهندخل على الM.2. الM.2 من شركة سامسونج 980 برو. اول حاجة طبعا بنشيل الجارد اللي على المذر بورد ونبدأ نشيل عشان نشيل الستيكر اللي على السيرمال. هنركب ال 980 السامسونج برو. بعد ما هنركب عليه الجارد بتاعته. طبعا مفيش مسامير خلاص عن طريق الفلاش بلس السوكت الجديد في القفل على الM.2، وهنركب السيرمال جارد، وده هيكون ال 980 الخاص بالاوبريتنج سيستم اللي هينزل عليه الويندوز 11. ندخل في مرحلة الباور سبلاي. الباور سبلاي 1200 واط بلاتينيوم من شركة اورس. الباور دوت من الباورات الممتازة جدا جدا جدا، وكمان بيتميز انه فيه مونيتور بتقيس التمبريتشر وبتقدر تدي انفورميشن عن الباور سبلاي في اليوز بتاعته. هنبدأ نركب السوكيتس بتاعة المذر بورد وبتاعة الجرافيك كارد. الكارت ال RTX 4090 بياخد 8 بن. اول سوكيتس اللي هي المذر بورد هنركب السوكيتس اللي هي 24 بن، وبعد كده هنركب 8 بن للسي بي يو عشان السي بي يو ده كي انلوكد فبيحتاج فول باور. بعد كده هنركب 4 PCIe بتوع الجرافيك كارد باور سبلاي. هنركب السوكت الخاصة بالساتا عشان لو اي ديفايس هارد ديسك نورمال. عندنا الكيس الهاف 700 من شركة كولر ماستر. الكيس
تعتبر كيس فول تاور. هنفتح الكيس ونتفرج عليها وهنركب فيها الووتر كولينج. وكيس هي زي الهاف 700 ايفو، بس طبعا باختلاف المونيتور، هي نفس الدايمنشن. كنا عملنا لها حلقة لوحدها لو عايز ترجع تتفرج عليها، وعن الكونفيجريشن بتاعت الكيس لوحدها. الكيس طبعا ممتازة جدا في الدايمنشن بتاعها، مناسبة جدا للتجميعة. طبعا الكارت ال 4090 RTX كارت قوي جدا، وكارت بيحتاج تبريد عالي، زائد ان حجمه والماونت بتاعته ليه ماونت بتركب، هنفرجكم عليها. علبة التولز بتاعة الكيس فيها تقريبا كل حاجة ممكن تحتاجها. الكيس بتتفك بمسمار واحد فقط لا غير، اللي هو في التوب. هنفك المسمار وهنسحب التوب لورا، هيبقى لنا الدبل سايد التمبر جلاس والسايد التاني بيتفكوا بسهولة جدا. يعني عايز اقول لكم الكيس كلها مربوطة بمسمار واحد، ودي طبعا اعلى تكنولوجيا لكيس يعني. فكينا السايد كله بقى من جوه، عبارة عن سوكيتس بتتفك بتكنولوجيا جديدة، مفيش مسامير تماما غير يعني اللي هنركب بيهم المذر بورد فقط تقريبا. الباور سبلاي، هنبدأ نركب الباور سبلاي. الباور سبلاي بيتربط بمسمارين فقط للكيس، هما انكلودد جايين مع الكيس نفسها. يعني ادي كده مسمار وادي التاني، خلاص كده شكرا. الباور سبلاي ready to use. وبعد كده هنركب المذر بورد. المذر بورد طبعا نتأكد من وجود القواعد مظبوطة، 9 قواعد حسب نوع المذر بورد اللي بتستخدمها. هنركب المذر بورد ونبدأ نربط ال9 مسامير بتوعها. هنركب السوكت بتاعت السي بي يو. طبعا بنركب عدد 8 في 2 عشان السي بي يو بتاعنا كي unlocked. كده السوكتس 8 اهيت. وبعد كده هندخل على تركيب ال 24 بين الخاصين بالمذر بورد بالشكل دوت. عندنا شلنا الجارد الكبير وتحته 3M.2. هنركب اورس جيم 4 2 تيرا. ده موجود بقى لللايبرري ان احنا نعمل عليه تخزين. طبعا التخزين هيبقى بسرعة فائقة. طبعا بمجرد بريس واحدة خلاص السوكت بتاعه بيقفل عليه من المذر بورد. هندخل في مرحلة الووتر كولينج. الووتر كولينج 360 من شركة كولر ماستر، جاي بتريبل فان. البامب مع وجود من النحاس زي ما انتم شايفين البامب بتاعه. بنركب 2 سوكت عشان نقدر نربط فيهم البامب. ليها مسامير طبعا مخصوصة بتتربط بيها، بتبقى جاية مع البامب نفسه. لما تيجي تجمع جهازك معانا في فرع اكتوبر اكيد كل ده يعني انت بتشوفه بنفسك وتقدر ان انت كمان تشتغل بنفسك معانا وبتبقى تجربة كويسة جدا 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 ان انت تكون عارف كل حاجة عن جهازك، كل حاجة ركبت ازاي. بعد ما ربطنا البامب هندخل نربط ال 3 فانز.
الكيس طبعا من الكيسات اللي بتقدر تاخد 2 ووتر كولينج في التوب، او ممكن نركب ووتر كولينج ونركب فانز تانية اضافية عشان عملية التبريد لو انت بتحتاج تبريد اكتر من كده. الكيس بتاخد عدد فانات كبيرة، دي يعني محتاجة حلقة لوحدها عشان ان احنا نتكلم عن تفاصيلها. حطينا السيرمال بيست على البروسيسور. مهم جدا ان احنا نفرد السيرمال بيست على البروسيسور عشان نتأكد ان كل البروسيسور عليه سيرمال بيست. هي كمية بتيجي انكلودد مع التبريد 360، وبعد كده بننزل بالبامب بنركبه. كارت الشاشة ال4090 24 جيجا تريبل فانز، موجود بجارد بليت في الظهر للتبريد، نازل معاه ماونت ممتاز جدا عشان تثبيته. الكارت تقيل جدا. اللحظة الممتعة للعملاء بتاعتنا ان هم بيبدأوا يشيلوا كل الكفرز والحاجات اللي موجودة، البلاستيك والحاجات اللي موجودة كسيفتي للكارت نفسه. طبعا دي حاجة هو بيشيلها بإيديه. يعني ما شاء الله ما شاء الله، قطع في منتهى الروعة والجمال والأداء. الحامل بتاع كارت الشاشة اللي بيركب جوه الكيس، ودوت جزء بيركب بالشكل دوت من 3 مسامير بيتربطوا. طبعا لما تركب المسامير دايما ما تربطش المسمار للآخر لحد ما تتأكد ان ال3 ركبوا، ودي من الحاجات التكنيكال في التركيب، حاجات مهمة. في قواعد بتركب على المذر بورد عشان تحط الجزء التاني من حامل الكارت، ودي من الحاجات المميزة بيها شركة جيجا بايت. بتضمن ان الكارت يعني حتى لو تعرض الجهاز لهز او حاجة انه ما يتحركش من السوكت، ما يكونش تقيل على السوكت، ما يكسرش السوكت نفسه. هنربط اول مسمار وبعد كده الكارت بيركب، وبيتبقى مسمارين كمان بيتربطوا بعد كده بعد ما تركب الكارت في السوكتس بتاعته. طبعا حاجة في منتهى الجمال والروعة. يعني احنا بنشارككم التجربة بتاعة العميل، وبرضك منتظرينكم عشان تجربوا بنفسكم في تجميعاتكم ان شاء الله. اتأكدنا من ربط الكارت كويس من وجوده على السوكت بتاعه. هبدأ في تركيب المسمارين التانيين اللي هم بيضمنوا ان الكارت ما يتحركش تماما من السوكت بتاعه. طبعا دي حاجات احترافية لناس محترفين، لأجهزة بتعمل شغل. طبعا ده يعتبر الهاي ليفل بتاع تجميعات البي سي. وبكده ركبنا الكارت تمام. هنبدأ نركب سوكت الكهرباء بتاعته. بياخد 4 سوكت 8 بين كهرباء. طبعا كارت قوي جدا في الأداء. طبعا بيخص الناس المحترفين، محترفين في كل حاجة، يعني اذا كان في بروجرام، اذا كان في جيمز، اذا كان في كل ما يخص الجرافيك. هو كارت احترافي. بعد ما ركبنا سوكت الكهرباء نبدأ بقى نلم الكيبلز بتاعتنا، ونبدأ بقى ايه نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نشغل الجهاز بعد ما ركبنا كل حاجة تخص الجهاز.
الفانز كله ار جي بي واي ار جي بي، وطبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله حاجة في منتهى الروعة. ودي كانت تجميعة عميل من اهم العملاء عندنا في بركة كمبيوتر فرع اكتوبر. بننتظركم ان شاء الله في تجميعاتكم، تجمعوا بنفسكم وتابعونا، هتشوفوا كل ما هو جديد مع بركة كمبيوتر. ما تنساش تجرب التشير بتاع اورس لما تروح فرع اكتوبر. في انتظاركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.